عاليه على مستوى القريه بنسبه 45%، لان مفيش مصانع حوالين المنطقه عشان تقدر تشغل الشباب الصغير. ودي تحاليل بقى للاستبيان اللي احنا عملناه. على فكره يعني يمكن الاستبيان ده لو كل قريه فيها 250 بيت او 200 بيت، انا كنت بطبع الاستبيان ده 3 ورقات، كنت بطبع لل 250 بيت وبودي الناس تعمل لل 250 بيت غير ال 13 قريه بقى، كنت عامل 13 قريه بنفس الحكايه. فالاستبيان ده وضح لنا رؤى وفكر جميل. وبرضه في حاجه ثانيه، الناس البيوت اللي بتعمل لها احلال وتجديد، المحافظ بياخد كل سنه 5 مليون جنيه عشان يعمل احلال وتجديد. طب ال 5 مليون احنا ما بنعرفش بتتصرف، ال 5 مليون بتتصرف فعلا في القريه ولا لا؟ تصرف من الميزانيه. فاللي بيحصل ايه يا جماعه؟ ان المفروض ان الداتا دي تنزل على الكمبيوتر، ونعرف في نهايه 2006 كل نهايه 2006 قريه مثلا او سيمبل عمل فيها كام بيت؟ 200. قريه توماسو عافي عملت ايه؟ بيت. يبقى في اخر السنه نعرف عمل كام بيت؟ عمل 40 بيت، نضربه في 60,000 التكلفه يبقى عرفنا ان هو صافي 2 مليون و400. يبقى اذا من حقنا ان احنا نطالب بالباقي، بس لازم تبقى عندنا داتا، عندنا المعلومه عشان نعرف. مثال برضه على كده، ياخد 10 مليون جنيه لاستصلاح الاراضي، برضه مش عارفين فعلا في ال 44 قريه بيعمل ولا لا. كل دي فلوس ضايعه مننا بقالنا 43 سنه بياخدها المحافظ هو او غيره، ان هو بيمشي بقرار الحكومه تعليمات. فاحنا لازم احنا اللي ندور على حقنا بايدينا، ولازم احنا اللي نبحث وندور وتبقى معانا معلومات عشان نعرف نتكلم بيها. ده باختصار مفيد اللي تم، كل ده تم والحمد لله رب العالمين خلال نقول 11 شهر من تاريخ 4/8 الى يومنا هذا. ده اللي تم باختصار، وان شاء الله لو انتم عايزين اي حاجه جوه المواضيع دي نفتح معاكم. شكرا لحسن الاصغاء الكبيره وبشكركم. هنا ده افتتاح النادي العام فتحه محافظ القاهره وزير وعبد العزيز وزير، وصراحه كان في برضه وزير الاتصالات طارق كامل اتبرع باجهزه كمبيوتر ونت وحاجات كتيره كده جميله، وبرضه قلنا. والحمد لله انا كنت شغال يعني اعرف احمد لطيف قبل ما يكون رئيس وزراء، كان وزير الاتصالات، واعرف طارق كامل واعرف بشير واعرف، يعني الحمد لله لي علاقه مع الناس دي كصديق. فلما مسكت النادي العام الحمد لله رب العالمين العلاقه دي يمكن خدت النور، مش هقول خدتني كشخصي عشان ما حدش يفكرها غلط، لان الحمد لله رب العالمين انا مش محتاج حاجه، انا بشتغل لصله الرحم ومش محتاج حاجه الحمد لله ولا عايز حاجه. يسعدني بس ان انا اخد اهلي وناسي بعد غربه 22 سنه، وانا جاي مخصوص عشان اخد، مش اكتر كده. وعلى فكره داخل النادي النوم العام او خارج النادي النوم العام هخدم حد. اللقاء مفتوح والاسئله تطرح على جميع المستويات، واي سؤال لاي فرد الاستاذ مسعد مستعد طبعا للاجابه عليه، لان هناك بعض الاسئله المحيره ولكن تدور في اذهان الاخرين. اولا هناك سؤال هو غير موجه للاستاذ مسعد، سؤال من دكتور حسين: ما هو موقف الكنوز بعد ما يصير عقد لقاء ملتقى الهيئات الكنزيه؟ واين ردها؟ انا بديت السؤال ده في الاول لان اتمنى الكلام ده طرح نشر على الملأ هينزل بصوت الجوه في البيت الملوكي. عشان كده عايز اقول ملحوظه صغيره. اولا، بعد كل الشتائم اللي ابناء الكنوز قروها وشافوها على النت، معلش، وانا بقولها علانيه من اشباه الرجال
لسنا بمخنثين حتى يكتب أحدهم علينا أبناء الكنوز المخنثين، حتى يقول علينا المنبطحون. لسنا منبطحين ولسنا مخنثين. المخنث هو من يجيء إلى وطنه بضفيرة وحلق بأذنه أقولها بصوت عالي وأدعوه للمناظرة في أي وقت. أقول أدعوه للمناظرة وأدعو للمناظرة كل من هاجم الكنوز وجها لوجه أمام الجميع. ولكن النهام على صفحات شبكة المعلومات الدولية أعتقد أننا نربى بأنفسنا أن نرد على هذه الحسالات. أقولها مرة أخرى الحسالات. هل أبناء الكنوز خونة؟ أعتقد أن كثير من الجالسين معنا الآن كانوا في منطقة الآيات الكنزية. هل أخطأنا في شيء يا سادة؟ لو أخطأنا في شيء أي من الجالسين يقول لو كنا أخطأنا. هل قلنا لا عودة؟ هل تحدثنا عن ذلك؟ الجميع جالس أننا لم يحدث ذلك. وجدنا كلاما يغاير الحقيقة على النت. وجدنا كلاما لم يحدث على النت. وجدنا قلبا للحقائق على النت. لمصلحة من ذلك؟ هل هي لمصلحة النوبة أم لمصلحة أشخاص؟ لمصلحة من كل ذلك؟ ولماذا هذا الهجوم؟ كل واحد ابتدى يكتب، كل واحد يكتب اللي هو عايزه، كل واحد يكتب كنوز. وواحد اسمه العنباوي، انا بقول لك كده على واحد اسمه العنباوي بما معناه ان الكنوز دول شويه عيال والرجال ما يبقاش كلامهم العيال اللي بيرجعوا كلامهم ليه؟ ليه؟ احنا نرضى بانفسنا ان احنا نرد على كده. انا بقولها بمنتهى الامان. ايه انا حتى لا ابناء الكنوز يستنكرون هلاقي الطاهر طالب يطعني ويشتم ويسب ابويا ويقول لي كده ابويا. لا هي مش ناقصه. هي مش ناقصه اللي كان هنا بعدها، لان مجلس اداره الجمعيه العامه كان في سبيله الى بلاغ الى النائب العام على تلك الشتائم. ولكن قلنا نعم سنفوت هذه الفرصه. ولكن من سيتدرب ويسب او يلعن او يشتم ابناء الكنوز فبيننا وبينه قضايا الدوله وبيننا وبينه النائب العام. أقولها وأصرح بها من هنا. ولذلك أعتقد يعني معلش أنا بفضل الغضب بالكلام اللي اتقال، لكن أعتقد أن أنا كده رديت ولا هي الأخ طرح السؤال. طيب بنبتدي بقى نشوف الأسئلة. أول سؤال مقدم للمهندس مصطفى عبد المتعال، نائب رئيس جمعية جرشة، عضو مجلس إدارة جمعية الكنوز الخيرية، عضو مجلس إدارة النهضة النوبية. بيقول الأستاذ مسعد مكي برغم تواجدكم في العمل الاجتماعي منذ فترة وجيزة، فلماذا هذا الهجوم على شخصكم؟ وأصبحتم شخصية مثيرة للجدل، وربنا يوفقكم دائما بخدمة أهالي النوبة. أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. انت ازيك؟ يا جماعه اي حد بيتكلم او بيجادل يعمل اللي هم عايزينه. الحمد لله رب العالمين. انا مش عايز حاجه واحده بس، رضا ربي، لان انا بعمل التواصل. اللي عايز يشتم يشتم، اللي عايز يقول يقول. انا بتكل على الله سبحانه وتعالى وبعمل اللي عليا وبس، لكن بخاف ربي وبعمل على قد المسؤوليه وبسال نفسي كل يوم انا عملت ايه النهارده. شكرا. احنا بنسمع بقالنا سنتين حاجات كتيره جدا وهجوم وده واول مره نتقابل مع بعضينا النهارده. والحمد لله يعني هي تفسيرها اعداء النجاح. لا انا مش هقول كده، انا هقول يعني بص انا شغال من سنه 77، انا شغال بقالي 30 سنه. قابلت كتير قوي والحمد لله في شغلي بدير. بقول لك بدير دلوقتي 8 دول، وال8 دول دول فيها 4300 شاب ناس بتشتغل، لكن بتفرق هنا ان انت شغال مع اهلك وناسك ما تقدرش تشيل وتحط. انت جاي لازم تشتغل بنفس الاجواء اللي انت فيها دي، ولازم تعمل، وهتشوف كتير بس ده يقوي مش هيتعب. كفينا تسيير و لا انا عمري اقول كده لازم اهلي. ربنا يهديهم.